اسمعوا 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 والكارثة اللغوية اسمعوا. حيث جبهوا بكل حزم وصرامة. مش جبهه، الله يندع لك الجبهة، الله هذا الجبهة، هذا يسمى عندنا جبهة، هذه الجبين الناصية تسمى عندنا جبهة، مش جبهه. حيث جابه بكل حزم وصرامة أيتها الشنقريحة البريقة الخربط أم اللغة العربية. وقال لك الجزائر شكون علم المشارقة اللغة العربية؟ هنا الجزائر. شوف شوف هذا كبر راس فيكم، هذا قدوم من الرئيس هيئة الأركان السبعة. تدمير الدولة الوطنية، وحافظوا على النظام الجمهوري، حافظوا يا جماعة، حافظوا على أعصابنا يا جماعة، حافظوا على مشاعرنا، وحفظوا يعني ايوه صح، ذكرني صاحب التعليق، حفظوا من الحفاظة، لأنه عم يتبون له سوابق في الحفاظات على النظام الجمهوري. والجزائر تشق طريقها نحو ايوه من يسمعك تنخط. والجزائر تشق طريقها نحو، وصل مع الدرى نحو ايش؟ ما عادوا دارين، بس هنجمه والعشاء عدس كما يقولون عندنا في اليمن، هنجمه يعني عنتريات وشطحات، والعشاء عدس ولوبيا. هذا وقد شقت الجزائر طريقها نحو شوفوا يجلس يتعتع ساعة لا ما يعرف نحو ماذا. المفترض أنك هيئة الأركان قدك عارف أين شقت الجزائر طريقها بدون ورقة، المفروض بدون ورقة. لو أنك مسؤول في الدولة وتعرف المسؤولية، أنا عارف أين شقت الجزائر طريقها بدون ورقة. بدون ورقة يا عم شنقري، يخرب بيت فرنسا. والجزائر تشق طريقها نحو أيوه نهضتها. ايوه نحو ايش؟ نحن نحو خلاص. المهم الجزائر تشق طريقها نحو المجهول، وصلى الله وبارك. يدرك الجيش الوطني الشعبي عظامة، يقول عظمت، قال عظامة. مرة لما بيكون في ألف يقوم يلغي الألف، مثل حافظوا عملها حفظوا، شال الألف. وهذه عظمة ما فيها ألف، أضاف لأمها ألف، عظامة، وهي عظمت الجيش. اسمع، يدرك الجيش الوطني الشعبي عظامة وثق المسؤولية. عظامة ما هي عظامة يا جماعة؟ هذا بيتكلم أردو ولا باكستاني ولا قبايلي ولا إيش بيخرط؟ أمام عظمت وجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه. وطمأنينة الله أهلا لا لي لا لي الله لا لا لي لا لي آلا يا الله يا لي لا لي الله. اسمعوا وطمأنينة، اسمعوا الطمأنينة كيف نطقها. واستقرار الجزائر وطمأنينها. وطمأنينة أهلا بمن داس اللغة وأقبل الله، وطلعته مثل الله يا الله مثل الحمار واجمل يا مولاي. والطمأنينة اسمعوا الطمأنينة، والله خربت أمه، لا ما طير الطمأنينة من رؤوس المشاهدين. كان فينا طمأنينة طارت، ما عاد في شوالو. وينك يا عم شنقري؟ واستقرار الجزائر وطمأنينها شعبها الأبي. وطمأنينة شعبها ما أدرينا هي طمأنينتك ولا طمأنينتهم
أوف، هذا رئيس أركان في دولة في القوة الضاربة. والله يا جماعة هذا المفروض تقاعد. والله يا أخواننا في الجزائر، والله وحق الله وحق الله يا جماعة، هذا المفترض متقاعد، بده فوق كرسي متحرك، وتحفظوه، تشوفوا له نوعية حلوة من الحفاضات، ويجلس له في البيت بلا أركان بلا بطيخ. أحسن لكم بالله أنتم، هذا أنتم معتمدين على هذا الآدمي أنه عنده خبرة عسكرية وعنده خبرة وفهم. خلاص خلاص، العمر الافتراضي للإنسان انتهى يا جماعة. الإنسان مجموعة قوى يا جماعة، الإنسان مجموعة خلايا دماغ. خلايا الدماغ بعد سن 40 تبدأ تنتهي، ولذلك سن 40 هو تمام العقل. بعد سن 40 سبحان الله قدو يبدأ العد التنازلي لخلايا الدماغ، تبدأ تنقص القدرات الذهنية والدماغية، تنقص إلى أن يصل الإنسان إلى أن ومن نعمره ننكسه في الخلق، يرجع طفل صغير لا يعلم شيئا. هذا على وشك الزهيمر، تبون على وشك، وتبون نفس الشيء، كلهم كهول، كلهم خلاص افتراضيا من حيث العقل والمنطق. المفترض هذول خلاص، هذا كم صار له في الجيش، وعمر أبوه ما خاض معركة إلا مرة، حفظوه المغاربة، حفظوه ولبسوا حفاظة، خلوه حالة ما هذه فضيحة لليوم. ما لكم يا جزائري طمأنينية الشعب وطمأنينية، عاد انت خلت فيها طمأنينية، طيرت الطمأنينية والسكينة والكف والكل. يخرب بيت فرنسا، والله اني برجع الطمأنينية لاني عجبتني. قلت لكم كل واحدة أسوأ من اللي قبلها، عادوا بعد شوية سينبح سيقول اسمعوا. الجزائر وطمأنينها شعبها الأبي. أنا الآن أريد أعرف الطمأنينة عائدة إلى من؟ وطمأنينها شعبها، وطمأنينها شعبها. قال هو يريد يقول وطمأنينة شعبها، وطمأنينة شعبها، لكن كبير يا أخي، كبير وجاهل وأمي ما يفهم والو. إن الجيش الوطني الشعبي أخي عادك خليت فيها جيش وطني يا أخي. والله أنك وطيت سابع أرض يخرب بيت فرنسا. وذلك انطلاقا من إيمانه العميق بنبول يعني نبل، انطلاقا من إيمانه العميق بنبل رسالته. نبل من النبل، نبيل، نبلي، شوشعي، نبلي. من إيمانه العميق بنبول. نبولي ايش هذا النبولي؟ هذا نخبقتك هذه فرنسي ولا ايطالي؟ نبولي او نابولي، لا تكون نابولي هذيك المدينه اللي يمكن صاحبنا كان معترف في نابولي. نوبولي. اسمعوا هذا النباح. من وتفان مهما عظمت يا اخي، يا مهما يا اخي، مهما عظمت سهله، والله سهله. والحرص على تسليمها كاملة غير منقوصة للأجميال الأجيال. أنا ما أدري إيش حشر الميم هنا يا جماعة، جاب الميم في أجيال. وسوس 3 مرات إلى أن نطق السيادة، لدرجة إني عم تبوله ما حك راسها مسكين، وحالته حالة. خلونا نرجع هذا حق الوس وس 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 وس. جزائر قوية وآمنة مزدهرة ومتطورة، سيادة والله من أبسط الكلمات سيادة. شوف عمي تبون حك راسه وقدو منزعج جدا. سيادة في قراراتها، سيدة في قراراتها. هو يريد يقول سيدة مش سيادة. يا أنا وأنا أقول ليش ما إيش سيادة.